التغيير. إن الله لا يغير ما بقوم، في ضغوط، في تآمرات من بلاد بعيدة، دولة عظمى تريد أن تمحو ثقافة الشعوب الأخرى، تريد أن تجعلها ضعيفة، تبني مجدها على أنقاض الآخرين، تبني عزها على إذلالهم، تبني غناها على فقرهم. هذه القوى لمجرد أن تستقيم وتصبر، وإن تتقوا وتصبروا لا يضركم كيدهم شيئا. لا، قانون. هل تصدقون أن خلاص العالم الإسلامي بهاتين الكلمتين في كتاب الله؟ قانون. وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. لذلك لا تفكر الله يغير إن لم تغير، لا تفكر، وإن توهمت فأنت ساذج. إن الله لا يغير ما بقوم. نريد أن تأتي معجزة إلهية تقضي على أعدائنا اليهود، نحن على ما نحن عليه، لا في تعاون ولا في انضباط ولا في استقامة، ونحن أمة أرقص ليست أمة اقرأ. ما دام الناس كلها مشغولين في رمضان ببرامج لا ترضي الله عز وجل، هذه الأمة لا تستحق أن تنتصر. هذا شهر عبادة، شهر إقبال على الله، شهر توبة، شهر قرب من الله، شهر حب، شهر تسامح، شهر صلة رحم، شهر إنفاق، شهر استقامة، شهر تراويح، شهر الفجر في المسجد. كن عاقلاً ولا تكن ساذجاً. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. 1,500,000,000 ليست كلمتهم هي العليا، وأمرهم ليس بيدهم، وللطرف الآخر عليهم 1000 سبيل وسبيل. وكان الصحابة بالمئات وصلوا إلى أطراف الدنيا. إلههم إلهنا، القوانين سبق. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا وقد لقينا ذلك الغي. أيها الإخوة، وفر وقتك، وفر جهدك، كن واقعياً، كن علمياً. في قوانين، ترفع صوتك بالدعاء، تقول نحن أمة ضعيفة يا رب ليس لنا إلا فضلك، ولا تغير ولا تبدل ولا تتوب. كلام فارغ. لذلك يقول بعضهم إن الله لا يعبأ بنا لأننا لا نغير، والله لا يغير إلا إذا غيرنا. تغير بغير. آية قرآنية بتوفر لك وقت طويل وجهد كبير. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. ومن يتق الله يجعل له مخرجا. مهما كنت في ضائقة مادية، ضائقة في الزواج، لم تهتدي إلى فتاة مناسبة لك، طرقت أبواباً بالمئات، الطريق مسدود. ومن يتق الله يجعل له مخرجا. استقم. تجارة لا تربح، ومن يتق الله يجعل له مخرجا. العلاقات متوترة، ومن يتق الله يجعل له مخرجا. من أرضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس. اقرأ القرآن لتكتشف السنن.
اقرأ القرآن لتكتشف القوانين.